اهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فراخ، بس لا هنعملها بقى مشويه ولا مسلوقه ولا الكلام ده كله. هنعملها محشيه فريك بالخلطه بالكبد والقوانص، وهنحطها في كيس الحراري وهتطلع تحفه. تطلع لحمها دايب بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طريقه بسيطه جدا وتغيير عن كل مره. هتطلع حلوة قوي. شايفين اللحم دايب دوب ازاي، وكمان الفريك تحفة، الخلطة بتاعته جميلة جدا. لو جربتيها مش هتعملي الفراخ غير بالطريقة دي. شايفين جميل جدا. يلا بينا نشوف هنعمل الجمال ده مع بعض ازاي. اول حاجه عندنا نص كيلو من الكبد والقوانص. لو انت عايزه تستخدمي كبده لوحدها قوانص لوحدها براحتك، لكن النهارده مستخدمه نص كبد على قوانص. وطبعا عندي فرختين مغسولين كويس قوي، منقوعين قبل كده في نقعتهم ساعتين في محلول النقع اللي عباره عن الليمون والخل، ويطلعوا اي زفاره يكون فيهم. كل ده بينزل. بعد كده هنروح بقى طبعا الفريك. بعد كده هنروح على البوتاجاز. هحط كده معلقتين كبار من السمنة على معلقة من الزيت، وابتدي اجيب 4 بصلات يكونوا كبار بشرهم رفيع جدا، ونبتدي بقى نحطهم كده لغاية ما لونهم يصفر. يعني مجرد البصل ما بيدبل ولونه يبدأ يصفر هشتغل بيه، لكن مش هسيبه يغمق. بعد ما اصفر وصل للون ده هنزل بقى بالكبد والقوانص، طبعا مغسولين وكانوا منقوعين في ليمون وخل عشان اي زفارة تكون فيهم تخرج في الماء والخل. طبعا ده شيء احنا عارفينه. هبتدي بقى اقلب كده البصل مع الكبد والقوانص. هقلب كده لغاية ما ياخدوا تشويحة وياخدوا من طعم البصل شوية كده حلوين، يعني بتاع 10 دقايق. بعد ما قلبنا الكلام ده مع بعض اللي هو البصل والكبد والقوانص بقوا بالشكل ده كده. شايفين كده كويس قوي، 10 دقايق حلوين قوي. طبعا الفريك كان الفريك مغسول ومنقوع مش اقل من 3 ساعات بيتنقع. مش بنسلقه لان لو سلقناه بيتهري في الحشو. انا هستكفى ان هو يكون منقوع طبعا، ومغسول ومنقوع ومتصفي ومتنقي وكل حاجة. بعد كده بعد ما شيلته من المية وصفيته نزلته على الكبد والقوانص وعلى البصل، وقلبته تشويحتين كده حلوين. وبعد كده هنزل فيه بكوبايتين كده كبار من المية، والملح والفلفل، نص معلقة من القرفة، وعندي برضو ورقتين كده 3 من اللورة، وبهارات فراخ. كل الكلام ده على المكونات اللي هي كانت كبد والقوانص والفريك والبصل. هقلب كده في بعضه كده واسيبه لغاية ما يتشرب، اهوط على العين ونسيبه بقى يستوي كده، ياخد ودي مع نفسه لغاية ما يستوي ويشرب المية خالص ويبقى تمام وجاهز للحشو. ده بالنسبة للحشوة اللي احنا هنستخدمها. وصل للطريقة دي بالشكل ده كده. بصوا فلفل مش مهري ولا اي حاجة، وزي ما قلت لكم الفرختين مغسولين وجاهزين تمام، لا فيهم دم ولا فيهم زفارة ولا فيهم اي حاجة. طيب انا عندي الفرخة كده بتبقى مفتوحة من الزور، هنتصرف بقى ازاي؟ هنجيب اللي هو الخلة، عيدان الخلة، وابتدي هلفها لكم بقى الوقت عشان نشوف. لفها كده عشان تبان اكتر. نجيب بقى عيدان الخلة ونبدأ بقى بصوا شايفين اكننا بضفرها، يعني بديها غرزتين كده، ونعمل كده كمان واحدة علشان ما نديش فرصة للحشو ان هو يقع من الفتحة اللي فوق. شايفين تعمل بمنتهى السهولة ازاي كده بالشكل ده كده. طيب نيجي بقى من الفتحة اللي تحت، وطبعا احنا مش هنقفلها، لازم نحشي الاول وبعد كده اوريكم هنقفلها ازاي. هبتدي احشي بقى كده. طبعا هنسيب الفريك لغاية ما يهدى شوية من السخونية، وبعد كده ابتدي احشي. نحط كده بالمعلقة كده ونغرز لجوه، ندخل لجوه علشان كلها تبقى مليانة. بعد ما مليتها خالص هجيب بقى عيدان الخلة بنفس الطريقة، بتتقفل بمنتهى السهولة اكنك بتخيطوا قماش، يعني لف بالغرز كده وبتتقفل، والقفلة دي بتبقى محكمة جدا، ما تخافوش مش هينزل منها اي حشوة. شايفين اهو بالشكل ده كده. نعمل كمان واحدة لغاية ما تلاقوا الفتحة كلها اتقفلت، يبقى كده تمام اوي. طبعا عاملة النهاردة فرختين فانا حشيت واحدة قدامكم شايفين، والتانية كده هوريها لكم بس هحشيها مع نفسي اهو. شايفين كده بقت جاهزة وتمام.
نجيب الفرخة التانية ونفس الحكاية برضو هعملها، بس الأول هوريكم قياس الحراري اللي بستخدم النوعية دي. هحط بقى الفرخة، أول فرخة حشيتها في كيس الحراري. النهاردة بقى لا هنسلقها ولا هنشويها على الفحم ولا الكلام ده كله، هحطها كده في كيس الفحم وبتطلع في منتهى الجمال. تاخد ساعة في البوتاجاز، وكيس كيس الحراري ما بيغيبش خالص، بس بتقفليه كده قفلة محكمة، وبتحط في صينية الفرخ، تحط في الصينية في الفرن، وبتطلع زي العسل مهرية كده، ولحمها جميل جدا ومتحمرة وزي الفل وقت تشوفوها. بعد ما حطيت الفرخة في الكيس الحراري هبتدي برضو بقفلها بخلة أو بتربطيها بحاجة براحتك. أنا بعد ما قفلتها بالشكل ده كده هحطها في صينية وأدخلها الفرن، ونجيب الفرخة التانية عشان نحشيها، بس أنا هحشيها كده بقى مع نفسي. شايفين فرختنا كبيرة كده وحلوة، ومش هتاخد بقولكم أكتر من ساعة. دخلت الفرن قعدت ساعة بالظبط وربع على درجة حرارة 200، وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه. بصوا حاجة كده بصراحة، اللحم بيدوب دوب، شايفين؟ تحفة تحفة يعني، أحسن ما تسلقيها، وطعمها بيبقى جميل جدا. شايفين اللحم بتاعها فص دايب ازاي، والفريك برضو طعمه جميل جدا بالخلطة، جربيه طعمه حلو قوي بالكبد والقوانص اهو. شايفة جميل جدا جدا، والريحة بتاعته مش عايزة اقول خطيرة بجد. اتمنى الفيديو بتاعنا يعجبكم، واشوفكم بخير.